Hello everybody, how are you؟ اهلا بيكم من جديد متابعين قناة ميس انجليزي. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل عام وحضراتكم بخير. هيبدأ النهارده اول درس في الترم الثاني من منهج كونكت بلس 2 جريد 2 تانية ابتدائي. لو حابب ان مفيش حاجه تفوتك من شرح مناهجنا وفيديوهاتنا اعمل سبسكرايب، اشتراك، الكلمه اللي باللون الاحمر اللي تحت الفيديو، وما تنساش اللايك والشير. نبدأ. بسم الله. هنبدأ شرح الدرس الأول من منهج الترم الثاني أبطال تانية ابتدائي كونكت بلس 2، وبيتكلم عن فارم أنيمالز. فارم أنيمالز يعني حيوانات المزرعة. هنقرأ الكلمات ونحفظها. أول حاجة بطة، duck duck. repeat after me. duck 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 duck. horse horse حصان. horse 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 horse. معزة goat 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 goat. بقرة cow 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 cow. حمار donkey 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 donkey. أرنب rabbit rabbit rabbit. خروف sheep. سمك fish سمكة يعني fish. دجاجة chicken chicken chicken. نشرح جرامر الدرس بتاع النهارده، وهو بيتكلم عن زمن الماضي البسيط past simple tense. past simple tense زمن الماضي البسيط. اقرا معايا الاكزامبل وانت هتفهم الشرح. I played football. I played football. I went to the club. I played football معنى الجملة أنا لعبت كرة القدم. الجملة هنا تعتبر in the past. يعني in the past يعني في زمن الماضي. ليه؟ لأن الفيرب الفعل اللي هنا في زمن الماضي هو كان أصلا اسمه play. كان اسمه play وبعد كده اتحول لزمن الماضي أضفنا له ed يبقى played. I played football يعني أنا لعبت كرة القدم. الإكزامبل التاني بيقول I went to the club يعني أنا ذهبت إلى النادي. الجملة طبعا in the past في زمن الماضي عشان الفعل هنا في زمن الماضي. went كان أصله go. طبعا كلنا عارفين go يعني يذهب. يذهب يعني go. الماضي بتاعها اسمه went ذهب. يذهب go ذهب went. يلعب play يلعب play. لعب played. ده معناه ان زمن الماضي البسيط او past simple tense ليه فورم. يعني فورم يعني ليه تكوينه معينه، ان انا لازم ابدا الجمله بالسبجكت الفاعل. زي هنا الجمله بدات معايا باي يعني انا، هو ده الفاعل. وبعد الفاعل لازم يبقى verb فعل. فاعل ومعاه فعل. فاعل subject verb فعل. يبقى الجمله في زمن الماضي past simple tense لازم تبدأ بفاعل ومعاها فعل، بس مش أي فعل. لازم الفعل يبقى اسمه second form يعني التصريف التاني. لازم الفعل يبقى في حالة التصريف التاني. زي هنا I played أنا لعبت، ده تصريف تاني لأن التصريف الأول اللي هو المضارع كان اسمه play. يبقى play اتحولت لplayed يبقى في زمن الماضي أو بنسميه تصريف التاني second form. I played football أنا لعبت كرة القدم. طب الإكزامبل ده بيقول إيه؟ I went to the club أنا ذهبت للنادي. أنا هو ده الفاعل السبجكت، went ده الفيرب الفعل، بس مش أي فعل. لازم الفعل هنا يبقى second form تصريف التاني. went ده هنا زمن الماضي التصريف التاني. طب كان أصله إيه؟ كان أصله يذهب go. يبقى يذهب go الماضي بتاعها أو التصريف التاني بتاعها اسمه went. طب أنا لو حبيت أتكلم عن نيجاتيف النفي، أنهي نفي؟ بتاع الباست سيمبل تنس زمن الماضي البسيط. النفي هيبقى عبارة عن ايه؟ ان انا انفي بكلمة اسمها didn't. هنفي بكلمة اسمها didn't. وهنا didn't في زمن الماضي البسيط بيكون معناها لا. برضو ابدأ الجملة بسبجكت فاعل بني ادم I اهو
ابدا الجمله باي وبعد كده احط didn't. وخد بالك طالما انا نفيت الجمله ب didn't لازم يجي وراها الفعل في المصدر، يعني الفعل يرجع لاصله بدون اي اضافات. افهم معايا الاكزامبل ده، بيقول I played football. I played football، انا لعبت كرة القدم. عايز انفيها اقول انا ما لعبتش، انفيها في زمن الماضي، يبقى انا هستخدم didn't. هنزل الفاعل زي ما هو، الفاعل I زي ما هو، وبعد كده هستخدم didn't يعني لا. وخد بالك played ترجع لأصلها تبقى play، يبقى I didn't play. ما هينفعش تقول I didn't وتنزل played زي ما هي، لا I didn't وبلاي ترجع لأصلها تبقى play، ترجع للفعل في المصدر أو الفعل بدون أي إضافات. يبقى I didn't play football، أنا لم ألعب كرة القدم، أنا ما لعبتش كرة القدم. وفي حاجة تانية في زمن الماضي اللي هو تكوين السؤال، وهناخد تكوين السؤال عندي بدid. did في أول السؤال بيبقى معناها هل. لما الاقي سؤال بدايته did، هنا السؤال بيبقى معناه هل. الإجابة بتاعته يا إما بتبقى بيس أو نو، يا إما يس أو نو. تاني هعمل السؤال في حالة أو في زمن الماضي بيبقى باستخدام did. هستخدم did ومعاها الفاعل وبعد كده الفعل في المصدر. طالما did موجودة لازم يبقى معاها الفعل في المصدر، ما ينفعش did وحط معاها فعل ماضي. ما ينفعش هنا استخدم didn't وجنبها فعل ماضي، لا didn't استخدمها الفعل في المصدر معاها يرجع لأصله. هستخدم did اللي هي في أول السؤال اللي بيبقى معناها هل، بستخدم معاها الفعل في المصدر بيرجع لأصله. ما ينفعش did ده ماضي وحط فعل هنا كمان ماضي. السؤال بيقول did you go to the club؟ هل ذهبت إلى النادي؟ لو أنت ذهبت للنادي هتقول yes وتعمل حاجة اسمها عملية المقص. شايف did وشايف you هم دول أنا محتاجاهم. شايف did وشايف you هم دول أنا محتاجاهم، هنزلهم مع قوسين. يعني اليو بتتحول لآي وديد تنزل. اليو لما بشوفها تنزل في الإجابة آي، يبقى yes I did. طب لو أنت ما رحتش الكلاب النادي هتقول no وتعمل نفس عملية المقص. دي رقم 1 ويو ده رقم 2، اعكسهم. يبقى اليو بتنزل الأول بس اليو بحولها إلى آي ودي did. وطالما no في الأول موجودة يبقى حط في الآخر not. no I didn't. no I didn't. yes I did. احفظ مع تصريفات الأفعال. يعيش live، عاش lived ده زمن الماضي، الفعل في زمن الماضي. التصريف التاني يعيش live عاش lived. يلعب play لعب played. يزور visit زار visited. يبقى هو ده التصريف التاني اللي اتكلمنا عنه النهارده. وخد بالك ان المجموعه بتاعت الافعال دي regular verbs يعني افعال منتظمه. افعال منتظمه ليه؟ لان حروفها بتفضل زي ما هي بس في الاخر بحط دي او اي دي عشان احوله لزمن الماضي. هقول تاني يعيش live، عايزه اقول عاش بحط له حرف دي لان هو اصلا اخره اي. طب يلعب play، طب لعبه played ده فعل يتحول للماضي بحط له اي دي لان ده فاعل منتظم. يبقى انا عندي في اللغه الانجليزيه افعال ريجولار منتظمه وافعال اللي هنا دي غير منتظمه. افعال منتظمه يعني انا بحط في الفعل بحط في نهايه الفعل دي او اي دي عشان احوله الى ماضي. طب لو افعال غير منتظمه يعني ايه افعال غير منتظمه؟ بص معايا، عندي يرى يعني سي، يرى سي. راى سو، يرى سي رأى سو. اللي حصل عندي هنا حروف اتغيرت لحروف تانية خالص. هنا كانت اس دبل اي بقت اس اي دبليو، صح كده؟ يبقى دي اسمها افعال irregular يعني غير منتظمة، او افعال بيسموها شاذة يعني حروفها اتغيرت لحروف تانية خالص. زي فعل تاني اسمه go، يذهب يعني go، يذهب يعني go. ذهب went، ذهب went. go اتحول لwent يبقى ده زمن الماضي بس ده يعتبر افعال غير منتظمه لان الجي او اتحولت لحروف تانية خالص دبليو اي ان تي. عندي اللي هو فيرب تو بي ام واز الماضي بتاعهم اسمه واز. يبقى انا عندي في الانجليش نوعين من الافعال، افعال ريجولار منتظمه regular verbs وافعال irregular verbs يعني افعال غير منتظمه. الافعال المنتظمه بيتحط لها في اخرها دي او اي دي، انما الافعال الغير منتظمه حروفها بتتغير لحروف تانية خالص.